كم مرة حسيت إنك مستغرب مشاعرك؟ طب كم مرة سألت نفسك هو أنا ليه حاسس كده؟ مع إن مفيش حاجة حصلت تستدعي الإحساس ده. أصدمك وأقول لك إن دي مش مشاعرك، دي مشاعر حد تاني رماها جواك، مش بتاعتك أصلا. بجد؟ بجد، هكدب عليك ليه يا باشا؟ لأن ببساطة ساعات بيكون في حد جواه مشاعر مش مستحملها، مش عايزها. تروح حضرتك تقعد قدامه دقيقتين، يروح إيه؟ الله ينور عليك، يرميها جواك. يقول لك بص أنت زهقان متضايق، اديك مش مستحملني. ده غير بقى لو حد جواه كذب وخيانه، يروح يرمي عليك ده ويحسسك دايما انك مشكوك فيك وموضع اتهام، لغايه لما تعمل ده فعلا. ده اسمه العلمي التقمص الاسقاطي، بروجكتيف ايدنتيفيكيشن. وده ببساطه حد يجي يرمي جواك حاجه بتاعته، وانت من غير وعي تستقبلها وتتقمصها وتبقى بتاعتك. وده بيحصل على مستوى الافراد والمجموعات وحتى المجتمعات والثقافات والدول. وفي الغالب اللي بيعمل ده وبيمارسه بيكون هدفه الهروب من المسؤوليه ويركبك الغلط، مع ان انت مالكش ذنب اصلا. عاملين زي الدول الاستعماريه لما بتحتل دوله ويقولوا احنا جايين نحرككم فكريا. طب والحل؟ اول ما تلاقي في مشاعر جواك غريبه عليك وعلى فطرتك وطبيعتك، افتكر قابلت مين، اتصلت بمين، شفت ايه في التلفزيون او على النت، واستخدم الفلتر ونقي نفسك من شوائب الاخرين اللي رموها جواك ورجعها لهم. شكرا مش عايزين. انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت، انا وانت وبس. صوتي حلو صح؟ كلمات الاغنيه حلوه وجميله وغيرها وزيها كتير. بس المشكله هنا انها بتوصف علاقه خطيره جدا، وهي علاقه الحبل السري. ومن اسمها واضح ان احد الطرفين هو مصدر كل حاجه، مصدر الحب والامان والحياه. والطرفين هنا بيستفيدوا، طرف بياخد كل حاجه من حب واهتمام، والطرف التاني بيكون فاكر نفسه هو المنقذ والبطل اللي دايما بيضحي علشان اللي بيحبه. وكأن بالظبط في حبل سري بينهم. مفيش حاجة اسمها انت كل حاجة بالنسبة ليا، لان لو كل حاجة اختفت يبقى الدنيا انهارت واتدمرت، وقابل بقى امراض نفسية ملهاش اول من اخر. دايما خلي في بدايل، خلي في ناس، خلي في ربنا. والعلاقة الخطيرة التانية هي علاقة العمى. عمرك وانت ماشي في الشارع قابلت واحدة لا تعرفها ولا عمرك شفتها وحسيت ناحيتها حب رهيب بدون مقدمات؟ لو حصل معاك ده عرفني في الكومنتات. اللي ما تعرفوش ان الحب ده قديم وجواك من زمان، من ناحية حد تاني خالص، المدرسة بتاعتك في الابتدائي مثلا. والعلاقة دي بتكون مؤذية وخطيرة، لان طرف مش بيشوف التاني خالص. بمعنى ايه؟ بيكون جواه مشاعر قديمة ومختزلة ناحية حب قديم او مدرسة او صاحب وصولا للاب والام، ويتعامل مع شريكه بنفس المشاعر. ومش المشاعر بس، لا، وطريقة التفكير والاستقبال، كأنك سامع وحاسس الحد التاني بس هو مش واخد باله. بالظبط، الشريك في العلاقة بيكون مش واخد باله برضه. وده بيبان قوي في الحب من أول نظرة والكره من أول كلمة. طب نعرف ونميز ازاي إذا كانت دي مشاعرنا الحقيقية ولا مشاعر قديمة ومكبوتة؟ ببساطة، أول ما تلاقي مشاعرك ناحية حد كتيرة وسريعة بدون سبب أو مبرر كافي، اعرف إنك غالبا مش شايف حتى لو باصص. ساعتها افتح عينيك وشوف مين جديد، وافتح ودانك واسمع من الأول. وبالمناسبة، الكاتب الدكتور محمد طه عامل كتاب اسمه علاقات خطرة، بيتكلم فيه عن العلاقات باستفاضة أكتر. إن شاء الله هنتكلم عنه في فيديو قريب، فتأكد إنك مشترك ومفعل الجرس. ومن الأسباب الرئيسية للاكتئاب إنك مش بتعمل أبديت كل شوية. لا ما تقلقش، أنا موصل واي فاي وعلى طول بعمل أبديت. لا يا باشا، مش الأبديت ده خالص، ده أبديت خاص للناس اللي بتتعامل معاهم وبتربطك بيهم علاقة. يعني لما الشخص اللي قدامك يتغير للأحسن أو للأسوأ، أنت عليك إنك تغير النسخة القديمة ليه وتحدثها، علشان ما تظلمش حد في صورة قديمة انت واخدها عنه، وعلشان تسمح لنفسك انك تجدد دم عالمك الداخلي. يعني لو حد قابل في حياته ناس، خاصة في السنين الأولى، ناس عاملوه بقسوة أو عدم احترام، أو على الأقل هو شافه مستقبلهم كده، هيخزن الناس دول في عالمه الداخلي اللي لغته الصور إيه؟ بالظبط، أشباح، وحوش، وأحلامه هتكون عبارة عن حلقات يومية من مسلسل رعب مستمر. اللي عالمه الداخلي كده مريض نفسي من الدرجة الأولى، بيكون عنده اكتئاب وتوتر واضطرابات في الشخصية، وممكن يوصل الأمر لهلاوس سمعية وبصرية وحسية. يا لطيف ألطف يا رب استر. طب لو العكس، لو حد شاف من اللي حواليه بداية من اللي ربوه كل حب وحنان واحتواء واحترام وتفاهم، هيكون عالمه الداخلي ايه؟ جنة خضراء مليانة ورد وفل وياسمين وبحر وشمس، وأحلامه هتكون هادية مليانة سعادة وسرور. طب لو حد طبيعي وشاف كده وشاف كده، ساعتها هيكون عالمه مزيج من الاتنين،
ولكن حد منهم هيكون ليه السيطرة على التاني، وهيكون عبارة عن نقطة في خط طويل أوله منتهى المرض النفسي وآخره منتهى الصحة والسلامة النفسية. من الآخر كده ومن غير أي إحراج، محدش فينا عالمه الداخلي سليم 100%. كله اتعنف من أهله، اتزعق له أو اتضرب، وحاجات كتير جوانا زي كده. طب لو الحل هنفضل كده في صراع مع عالمنا الداخلي؟ لا، الحل بسيط ومعقد في نفس الوقت. هو مش اللي عمل كده علاقة أو مجموعة علاقات مع ناس وصلنا منهم رسائل نفسية سيئة وقومنا بتخزينها، يبقى اللي هيصلح كل ده علاقة. والعلاقة دي لازم يوصلك فيها حب غير مشروط وقبول واحترام واحتواء، ودي كفيلة إنها تغير عالمك الداخلي. والعلاقة دي ممكن تكون مع صاحبك، أستاذك، زوجتك، وده ببساطة فكرة العلاج النفسي. وبغض النظر عن نوع العلاج النفسي أو نظرياته أو تقنياته أو مدته، فكل الطرق وأساليب العلاج النفسي بتشترك في حاجة واحدة: إنه يغير المريض ويعالجه ويحول مرضه واكتئابه وتوتره إلى شفاء وبهجة وعمل. وده اسمه العلاقة العلاجية. المعالج النفسي أو الصاحب الأصيل أو الأستاذ الحقيقي أو الحبيب المخلص بيكون عامل زي الفارس الهمام، يدخل ويصلح ويصالحك على نفسك وعلى عالمك الداخلي وعلى اللي حواليك وعلى الدنيا كلها، ويصالحك على حياة، يصالحك على ربنا، فتتغير وتتغير شخصيتك وتبقى بني آدم مليان حب وأمل وحياة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوه مع حبايبكم واستنونا في الجزء الجديد. وده من كتاب الخروج عن النص من جديد. يومكم جميل.